صباحكم هنا وسعادة ورضا. صباح الفل والياسمين. النهارده كأننا مش شايفين اي حاجة في حبة الملاعين اللي انتوا شايفينهم دول. دي مش مواعين، دي ملاعين. هنروق وهنخلي الدنيا زي الفل، والدنيا معانا هتبقى تمام. بس نتكلم في موضوع مهم جدا، نتكلم فيه مع بعض دلوقتي. احنا لما الخبر يوصل لك، خبر ايه يا احلام؟ لو مثلا حد جه قال لك ده فلانة او شخص ما عمل وعمل وعمل وعمل، وحسيت ان ده فيه يا رب يسترنا في الدنيا والاخره، اللهم امين. حاسس ان دي فضيحه ليه، او ان دي هتشوه سمعته، او ان دي هتشوه صورته حتى لو هي حقيقه، ان دي هتسيء اليه، او هتشوه سمعته، او هي فعلا حقيقه. يا ريت ما تقولهاش، تختفي عندك، الخبر يقف عندك. مش تشوف ام احمد، يا ام احمد تعالي، انت سمعتي حق ده حقيقي ان فلان وفلان وفلان؟ ده حرام يا عم الحاجه، ما تتكلم في الموضوع ده ليه؟ هو انا اللي بتكلم؟ الموضوع اللي واصل لي، طب ما انت اللي نشرته، انت اللي نشرته. خلينا نقف عند حاجه معينه، خلينا نعمل ستوب. لو انت شايف الحاجه بعينك، ربنا لو سترت مؤمن في الدنيا ربنا هيسترك يوم القيامه. فاحنا كلنا هنتمنى رحمه ربنا، وكلنا اصلا عايشين ببركه ربنا، وبنتمنى رحمه ربنا، وبنتمنى رزق ربنا، وبنتمنى خير ربنا في الايام الصعبه اللي احنا فيها دي. فبعد اذنكم لو سمحتم، بلاش القعدات اللي الناس بتقعدها سواء رجاله او ستات. اتكلم في اللي يخصك، اتكلم في اللي ليك. مالكش دعوة ده معاه ايه وده ليه ايه، ده جاب منين وده ما جابش، ده ما يستحقش او يستحق. مش انت اللي هتحدد هو يستحق ولا ما يستحقش. مش انت اللي هتحدد ان هو ينفع يبقى عنده ده كله او ما عندوش. ربنا وحده اللي موزع الارزاق. حرام نقول يدي الحلق اللي بلا ودان، الكلمة دي مشهورة عندنا جدا. لا، هو ربنا هو اللي مقسم له رزقه، ربنا هو اللي كاتب له الرزق ده، ربنا هو اللي كاتب له ان ده يبقى معاه. انت ما تعرفش هو شايل منه ايه. يا جماعة هي متعايرة اقسم بالله. كل واحد فينا ربنا عاتله شيلة يقدر يشتلها. ربنا وحده هو اللي مقسم الأرزاق، ربنا وحده هو اللي مقسم كل شيء. فكده اتكلمنا في موضوع لو الخبر وصل لك عن حد، فلان عمل، فلان سوى، فلان بيمشي، فلان ما بيمشيش، فلان علان، الخبر يقف عندك. انا شفتها، انا ما شفتهاش، انا عملت ما عملتش. لو شفتها بعينك الخبر يقف عندك. عندك ام، عندك اخت، عندك نفسك، عندك صحتك. يعني ربنا يا رب يرحمنا جميعا، ويسترها معانا جميعا، ويستر بناتنا وبنات المسلمين، ويستر أمهاتنا، ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا رب العالمين. دي أول حاجة. الخبر بعد إذنكم يقف عندكم، كل واحد الخبر يقف عنده، يعمل عليه ستوب. أيامنا صعبة وحياتنا صعبة، ومتعشمين في رحمة ربنا. احنا اللي بيحصل في البني آدمين ده قليل. لا، ده الخبر ما بوصلش عندك بس، ده الخبر بوصل عندك وبتحط عليه بهارات، وبتوصل لأم أحمد وأم أيمن وأم أسعد وأم فلان وأم علان. حرام، اتقوا الله. لو كل واحد عرف ان هو ليه بيت، ويخاف ان يطلع منه كلمة، او ليه ام وليه اخت وليه بنت وليه كل ده، كل واحد فينا هيراعي ربنا في اللي بيعمله. دي اول حاجة يا جماعة، الخبر يقف عندكم. يا جماعة اعراض الناس مش لعبة، شرف الناس مش لعبة، الكلام عن الناس مش سهل. دي اول حاجة. الحاجة التانية، ما تستكتروش حاجة على حد. اللي جوزها مريض مش كتير عليها اللي هي فيه، انت ما تعرفش هي دافعة ثمنه ايه، وجايباه منين، وبتعمل ايه. اللي جوزها مسافر وفي خير، ما تعرفش هو دافع ثمنه ايه، او في غربة قد ايه، او شايف ايه، او شايل ايه، او عامل ايه. كل واحد دافع ثمن اللي عنده، ودفعه بزيادة. وكل واحد في الدنيا دي واخد حقه من الدنيا دي 24 قيراط. محدش، ربنا ما بيظلمش حد. ربنا لو شال منك الصحة فهو عطيك عيال، عطيك اهل كويسين بيحبوك، عطيك حاجات كتير جدا جدا جميلة. يا جماعة هي متعايرة، كل واحد بياخد نصيبه من الدنيا دي على قده، وعلى قد ما ربنا عايز يديله. احنا نسأل ربنا البركة، نراعي ربنا في عمايلنا، الصدقة، كل ده هيبارك في مالك وفي رزقك وفي حياتك. دي تاني حاجة. تالت حاجة الرضا. لازم ترضى باللي عندك، وترضى باللي مقسوم. شئت أم أبيت فأمر الله نافذ، فينفذ واحنا راضيين. الحمد لله رب العالمين. ربنا يجعلنا راضيين يا رب، يا رب يجعلنا راضيين يا رب، زي ما انا راضية عن المطبخ بتاعي حاليا وهو نظيف.
نتقي الله في كل افعالنا، نتقي ربنا في كل حاجه بنعملها، نتقي ربنا في كل تصرفاتنا. هتلاقي الخير في بيتك وفي جوزك وفي رزقك وفي مالك وفي عيالك وفي صحتك وفي كل شيء. اقسم بالله فعلا من يتق الله يجعل له مخرجا. بجد 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 يعني. يا رب يكون قلبنا كلنا على بعض. يا رب نبطل نقول ده عمل وسوى وراح وجه. سيبوا الناس في حالها، سيبوا الناس في حالها. انا تعبت من كتر الكلام، انا تعبت ليا ولغيري، تعبت من كتر القيل والقال، تعبت من كتر ما الناس بيوصلني كلام ان هي بتتكلم عن ناس تانية اصلا، يعني ربنا وحده اللي عالم بها. يعني انا اعرف ان واحدة كان جوزها توفى، عندها حالة وفاة وكسر قلبها ووجع قلبها جدا، ويكلموا عليها ويقولوا الحتة دي مش نظيفة، الحتة دي مش مظبوطة، الحتة دي... انت رايحة فين؟ انت بتعملي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انا عايزة افهم. يا جماعة حرام، حرام والله العظيم اللي بنعمله فينا وفي نفسنا ده. ده احنا عايزين صاروخ ارض جو ينهي. اقسم بالله احنا يعني ربنا الابتلاءات اللي بتجيلنا دي واللي بنشوفها دي مش من قليل، مش من فراغ، من اللي بنعمله في نفسنا واللي بنعمله في اخواتنا واللي بنعمله في امهاتنا واللي بنعمله في اصحابنا وفي اصدقائنا. ربنا يا رب يسترها معانا ومعاكم، ويستر بناتنا وبنات المسلمين، ويا رب يجعل قلوبنا حنينة على بعض، ويجعل فينا الخير دايما يا رب البعض، وربنا يرحمنا برحمته. اللي مخاصم حد يصالحه. محدش ضامن الحياة من موت. ما رحت زرت امك بقالك كتير، روح لها، اطمن عليها، اكسب رضاها. رضا الام من رضا الرب. بص على باباك، بوس ايده ورجله، بكره تتمناه. ربنا يبارك فيهم ويخليهم ويرحم كل متوفي يا رب، وكل فقيد وعزيز فقدناه يا رب العالمين. لو مخاصم اخوك ده اخوك ونين عينك من جوه وحبيبك، لو مخاصمه عشان مراتك، مخاصمه عشان ورث، مخاصمه عشان حاجه كلها فانيه راحه، اقسم بالله. اخوك وحبيبك اللي معاك العمر كله انت عارفه اكتر من مراتك. اختك حبيبتك اللي بتتقوى بيك، تروح وتراضيها وقول لها ازيك يا اخت، اخبارك. اخوك يرعى ربنا فيه وفي مراته وفي عياله، هي مش عدوة. ريحت. بتحب اخوك هتحب مرات اخوكي، بتحب اخوك هتحب ولاده، بتحب جوزك هتحب اهله، وهتراعي ربنا فيهم. الحما مش بعبع. راعي ربنا في حماتك وراعي ربنا في اهل جوزك، ربنا هيراعيك ويراضيك في ولادك. افتكر دايما في كل اعمالك وحط ابنك قدامك، وقول لو انا اتعمل فيا زي ما انا بعمل في حماتي بالظبط هكون راضيه. حماتك ما نفسهاش في الحاجه اللي في ايدك، بس لو رحت واديت لها منها طبق هتراضيها. ممكن تعمل احسن منها بس بتتمناها. جبر الخواطر على الله. اجبروا خاطر امهاتكم وابائكم واخواتكم وبناتكم وولادكم واصحابكم واصدقائكم. اجبروا خاطر كل اللي حواليكم، ربنا هيجبر بخاطركم. اقسم بالله احسن حاجه في الدنيا دي هي جبر الخواطر. اجبر خاطر عيل صغير ماشي في الشارع، اجبر خاطر اي حد تقدر ان انت توصل تقول له حتى لو كلمه. حد لابس طقم جميل، الله ده شيك وتحفه وما حصلش، هو فعلا بيكون جميل بس ما تكسرش خاطره. يا رب يرضينا ويرضيكم. لو ما حطيتش لايك للفيديو حط لايك. بحبكم في الله. ما ننساش نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه وازكى السلام، ودعوه لاخواتنا في فلسطين، الله ينجيهم يا رب العالمين.